عايزك تتفرج على الفيديو اللي انا هعرضه لك دوت. تمام، عشان نفس الموقف دوت اتكرر مع جمهور الزمالك في 2017 الكونفدرالية في ماتش اهلي طرابلس الليبي، واتكرر مع جمهور الزمالك لما شتم امام عاشور في ماتش القمة اللي فات دوت. بس ما كسروش كراسي، ما كسروش الملعب، ما كسروش اي حاجة. كل ما عليه ان هو لعيب اتوجه له شتيمة، ده امر طبيعي. اللعيبه كلها واخده عليه في الملاعب، بس هنا القصه بتختلف شويه عشان ده لعيب في النادي الاهلي، وده العيب هنا. بس هيرجع لك قصه شويه قديمه شويه لشيكابالا. شيكابالا كان بيتشتم وبيتهان باهله وبيتخاط في عرضه، تمام، ومحدش كان بيتكلم، مفيش جمهور اتوقف. النهارده جمهور الزمالك اتوقف. طيب المشهد اللي انا بعرضه لك دوت، تمام، ده جمهور الاهلي في ماتش حرس الحدود. للاسف هم ضربوا بعض، جمهور قام على بعضه، كسروا الاستاد على بعض. فهل ده ليه عقوبه؟ هنشوفه. يعني الاهلي هيتحرم من جمهوره برضه ولا لا؟ وسبحان الله، سبحان الله، سبحانك يا رب، اللي بيحصل ده حصل بعد عقوبه الزمالك، عشان بس ربنا يبين لك قد ايه المنظومه ديت متوجهه. انا يؤسفني ان انا بقول لك الكلام ده، بس ده ظلم. اللي بيحصل ده ظلم وحرام.